مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا ميادة ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة حلقة حلو جدا ومغذي جدا للاطفال وللكبار ولاي حد بصراحة يعني. بس قبل ما نروح على الطريقة والمقادير، يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. معايا هنا 3 حبات من البطاطا غسلها كويس او منضفاها. هبدأ اقشر فيها بالمقشرة، بس يا ريت نستخدم المقشرة عشان بتكون سهلة اوي في التقطيع. هقطعها هنا حلقات رفيعة او وسط، وهبدأ ان انا احط عليها كوباية من المية واحطها على النار لمدة ربع ساعة او تلت ساعة. هنا خلاص كده استوت معايا البطاطا يا جماعة، ما بتاخدش وقت خالص على النار، يعني حوالي ربع ساعة تلت ساعة بالكتير. هجربها معاكم بالمعلقة، بتتهرس جدا بسهولة. يبقى كده خلاص تمام. هفضي البطاطا في شفشق الخلاط، هحط عليها لتر من اللبن. انتوا متخيلين يا جماعة القيمة الغذائية بتاعت الحالة دوت؟ مغذية جدا جدا بصراحة. هحط عليه 2 باكت من الكريم كراميل. بتبقى العلبة دي كده فيها 2 باكت. هضربهم كويس قوي في الخلاط لحد ما يبقى كريمي. هنا خلاص ضربتهم مع بعض. هبدأ بقى احطها على النار، هقلب كويس جدا، ما بتاخدش وقت خالص يا جماعة على النار. خلي بالنا هنا خلاص بدأت تغلي. يا ريت يا جماعة ايدينا تكون على طول في الحلة، يعني بص ما نسيبش خالص عشان البطاطا بتلزق بسرعة، وكمان الحليب كمان بيلزق بسرعة. هنا هنجهز القالب خلاص اللي احنا هنحط فيه. هنبدأ نحط فيه الكراميل اللي كان موجود في الكريم كراميل. هنبدأ بقى نفرده كويس في القالب. انتوا متخيلين يا جماعة ان الحلة ده ما فيهوش سكر خالص خالص؟ معتمدين على سكر البطاطا وعلى السكر اللي في الكريم كراميل. هنا خلاص بحاول ان انا اوزعه كويس في القالب، وهجيب مصفى وابدأ اصفيه. انا مش عايزة يكون في اي تكتلات خالص، عايزاه يبقى ناعم جدا علشان يطلع كريمي. هدخله بقى التلاجة لمدة 3 ساعات. هنا خلاص بعد ما خرجته من التلاجة قلبته. بصوا يا جماعة عامل ازاي، شكله رهيب رهيب بجد. ولا طعمه يا جماعة، طعمه بجد طعمه حلو قوي قوي. يا ريت تجربوه وهيعجب الولاد جدا، ومش هيحسوا خالص ان دي بطاطا، هيفتكروها بجد كريم كراميل. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يلا باي.